دي اغرب اكلات سودانيه انا اكلتها، واسم الاكلات ديت الشيا والسري، وده واحد من اشهر المطاعم اللي في جده بتعمل اكل سوداني. النهارده هجرب اشهر اكلات سودانيه في جده. وبجد الشعب السوداني من اطيب الشعوب اللي انا عرفتها، والاستقبال بتاعهم كان حلو جدا، وبالرغم ان المطعم كان زحمه جدا بس الاكل نزل لنا في 10 دقايق بالظبط. طلبنا طبق اسمه سري وطلبنا طبق اسمه الشيا. طبعا بيقدموا لك مشروب الترحيب اللي هو الكركديه. بدات بعد كده بقى بالشوربه، دي اول مره في حياتي اشرب شوربه غريبه بالطعم ده، طعمها حلو جدا وحاسس كمان ان الشوربه فيها طعم مستكه كده. ندخل بقى على اول اكله وهي الشيا، وده بيبقى عباره عن لحم غنم متبل وبينزل على الشوايه كده، وبعد ما بيستوي بيتقطع زي ما انتم شايفين. انا عايز اقول لكم الصراحه انا كنت خايف اجرب الاكلات السودانيه، بس قسما بالله الاكل السوداني طعمه حلو جدا، وبالذات الشيا ديت. تتبيله اللحمه بتاعت الشيا ديت عجبتني قوي، طعمها حلو جدا. ولع. جربت كمان اكله اسمها السري، بتبقى عباره عن لحمه متبله والبريدنج بتاعها بصومات. ابدا طعمها حلو. بالرغم ان انا اول مره اكل اكل سوداني، بس الاكل السوداني عجبني جدا. وبس كده، انا ابو حميد، يا ريت تتابعني وتعمل لايك وكومنت واكسبلور، ويلا سلام عليكم.